the greatest performance in the history of Roman Reigns' career. The most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats, so that they say at the end of the match, ladies and gentlemen, your winner, the ultimate needle mover, the head of the table, the tribal chief, in God mode himself, Roman Reigns. بقول لك ايه، ما تيجي نتمشى انا وانت في حياة اكتر شخص مكروه ومحبوب من الجماهير. ايوه انت سمعت صح، انا هنا جاي احكي لك عن الترايبال شيف، او يمكن احكي لك عن البيج دوج. انا هحكي لك عن رومان رينز بس عن بداياته من ايام ما كان بيج دوج صغير. احنا هنقسم قصة رومان على فيديوهين، فترة البيج دوج وفترة الترايبال شيف، فركز معايا كده عشان احنا هنلف لفة محترمة قوي. لكن قبل ما نبدأ انا عايز اشكر الناس عن التفاعل، واقول لكم ان ميزة السوبر سانكس والانتساب للقناة اتفعلوا والحمد لله، وده كان بفضل ربنا ثم انتوا. فاللي حابب يدعمني يقدر ينتسب في القناه لو حابب، وعنده 3 مستويات يختار بينهم والمزايا بتاعتهم. وممكن تدعمني عن طريق السوبر سانكس في القناه، لكن ده طبعا مش فرض، ويكفيني فقط انك تعمل لايك وتشترك في القناه، لان ده اكتر دعم انا محتاجه الفتره دي. فعشان ما اطولش عليكم، جاهزين ندخل غرفه الكواليس؟ يلا بينا. ليتي جوزيف انوي، وده الاسم الحقيقي لرومان رينز. رومان من مواليد 25 مايو سنه 85 في ولايه فلوريدا. طبعا لو ما تعرفش، فرومان من عيله انوي المشهوره، ودي من اشهر عائلات المصارعه. يكفي بس ان اقولك ان العيله دي كان فيها اوماجا، راكيشي، زاروك، جيمي وجي اوسو، سولو سكوا، جيكو فاتو، تاما تونجا، تونجا لوا، تالا تونجا، وغيرهم كتير. ده دول بس الموجودين من بعد فترة ال2000. فاحنا هنا قدام عيلة تقيلة قوي قوي في المجال، والكلام ده طبعا مش ليك انت. المهم، تفتكر بقى مع عظمة العيلة دي، هل رومان رينز كان عايز يصارع؟ ابدا، رومان ما كانش بيحب المصارعة اصلا، واختار انه يلعب كرة قدم امريكية بدل المصارعة. كانش عنده شغف ليها، وفعلا كان بيلعب في مرحلة الجامعة والثانوية، وكان موهوب في اللعب، وكان هيمضي مع فريق في الدوري الامريكي، لولا ان الفحوصات الطبية قالت انه مصاب بمرض اللوكيميا، وده سرطان في الدم. وبسبب المرض ده اعتزل كرة القدم وهو عنده 22 سنة بس. المرض ده يا عزيزي خلاه يقعد من غير شغل فترة كبيرة، كان بيتعالج واضطر انه يشتغل اي شغلانة بسيطة عشان يجيب مصاريفه. بس في 2010 فينس ماكمان شافه في مرة من المرات، وشاف فيه انه ممكن يبقى مصارع موهوب. ده غير انه طبعا مش جاي من اي عيلة، دي العيلة المفضلة لفينس ماكمان واللي ياما كسبته فلوس. وفعلا مضى مع رومان ودخله مركز التطوير اللي كان اسمه الاف سي دبليو. رومان لما دخل ما كانش لوحده، كان معاه 2 تانيين من نفس جيله، وهم سيس رولينز ودين امبروس. في مركز التدريب المدربين كانوا شايفين ان رومان بطيء في التعلم واقل من الاثنين التانيين. ساعتها رومان كان بيلبس شورت قصير كده، وشعره ما كانش طويل للدرجه دي، ما كانش اللي احنا عارفينه دلوقتي بمعنى اصح. بعد مرور 2 سنين من التدريبات، الاتحاد قرر يصعدوا الثلاثي اللي اتكلمنا عنهم، وعملوا منهم فريق سموه ذا شيلد. وفي سمر اسلام 2012 ظهروا الفريق وكانوا لابسين لبس موحد، ودخلوا في ماتش سي ام بانك وجون سينا وراي باك على البطوله، وساعتها ساعدوا سي ام بانك على الفوز. ومن هنا بدات فتره الشيلد في الهيمنه. كل واحد يا عزيزي في الفريق كان ليه دور. يعني امبروس كان هو اللي بيتكلم على المايك وكان يبان ان هو قائد الفريق، وسيس رولينز كان المهندس بتاع الفريق اللي بيخطط بمعنى اصح. اما بقى عن بطل قصتنا فهو كان العضلات، ما كانش بيتكلم على المايك خالص. الاتحاد كان مخليه يظهر في هيئه الوحش اللي بيدخل يخلص على طول، وده عجب الجماهير في روما. سريعا كده هنروح لحدث مهم حصل في 2014، وهو تفكك الفريق. لكن قبل ما نروح له عايز اقول لك ان فتره فريق الشيلد، رومان وسيس قدروا ياخدوا بطوله التاج تيم، وامبروس قدر ياخد بطوله الولايات. لو عايزين تعرفوا اكتر عن فتره الشيلد قولوا لي تحت في التعليقات. في 2014 في عرض رو كان في عداوه شغاله بين فريق الشيلد والفريق الخاص بتريبل اتش وراندي اورتن وباتيستا. وفي العرض ده سيس رولينز خان فريقه وضربهم بالكرسي من ظهرهم عشان يعلن هنا عن تفكك الفريق. الضربه اللي رومان قرفنا بيها بقاله 12 سنه، وكل ما يقابل سيس رولينز يتكلموا عنها. مهم، بعد تفكك الفريق رومان ودين امبروس فضلوا مع بعض فتره لغايه ما كل واحد فيهم راح في طريق لوحده، وهنا بدات مرحله الدفع بكل واحد فيهم على حده. بعد ما كل واحد خد طريقه لوحده، دين امبروس وسيس رولينز كل واحد فيهم غير الدخله بتاعته والموسيقى، لكن رومان هو اللي فضل بدخله فريق الشيلد. حتى باللبس بتاعهم ما اتغيرش فيه حاجه، وكان ساعتها قصد فينس ماكمان ان رومان هو اللي ورث الشيلد. بعد كده رومان بدا يتكلم على المايك، بس كان حاجه زفت، ما كانش بيعرف يتكلم على المايك ولا يقول بروموهات، بس الاتحاد برضه كان بيدفع بيه، اللي هو انت ما بتعرفش تتكلم على المايك بس هنخليك تتكلم. وفي اواخر سنه 2014 رومان جات له اصابه واضطر يبعد عن الحلبات شويه، لكن الاتحاد حتى ورومان بعيد كان بيجيب ليه فقرات وهو بيتدرب ويقول مواعظ وحكم، وده خلى الجمهور
الجمهور يكرهه اكتر. الجمهور كان بيحب رومان وهو ساكت وداخل يدشمل اللي قدامه، لكن اول ما مسك مايك الجمهور حس ان الاتحاد بيفرض عليهم رومان، عشان كده كرهوه. الاتحاد كان عايز يعمل نسخه جديده من جون سينا محبوب الجماهير، لكن هم نسيوا ان سينا نفسه في فتره من الفترات الجماهير كرهته بسبب شخصيته وانه ما بيخسرش، واتريقوا عليه وطلعوا عليه لقب سوبر سينا. ورغم كده الاتحاد فضل مصمم على قراره. في رامبل 2014 وقبل تفكك فريق الشيلد، رومان دخل ماتش الرامبل وقدر يطلع 12 واحد لوحده، وفضل في الاخر هو وباتيستا، وساعتها باتيستا كان لسه راجع. في الرامبل دي الجماهير كانت عايزه دانيال براين هو اللي يكسب، لكن براين ما كانش في الماتش اصلا. واما لقوا اداء رومان حلو وان هو اللي فضل في الاخر مع باتيستا شجعوا رومان، وكانوا عاوزين هو اللي ياخد الرامبل، لكن رومان خسر وباتيستا هو اللي كسب. شايف بقى يا عزيزي اللي حصل في رامبل 2014؟ في رامبل بقى 2015 حصل العكس تماما. بعد ما رومان رينز كان مصاب رجع في ماتش الرامبل ودخل رقم 19، وبرده في الرامبل دي الجماهير كانت عايزه دانيال براين هو اللي يكسب. وفي نهايه الماتش رومان قدر يكسب الرامبل وسط ايه بقى؟ كميه صيحات استهجان مش طبيعيه. بجد الجماهير ما كانتش طايقه رومان خالص، ولا بيعرف يتكلم ولا بيعرف يعمل بروموهات. طب انت هتكسبتولي رامبل ليه وانت بتفرضه عليا؟ المهم حتى الاتحاد دخل ذا روك محبوب الجماهير عشان يحتفل بفوز رومان، لكن الجماهير طلعت عليهم صيحات الاستهجان هما الاثنين، لدرجه ان الروك استغرب وهو على الحلبه. يا جدعان انتوا مش فاهمين ازاي رومان كان مكروه من الجماهير مع انه شخصيه فيس مش هيل. بعد فوز رومان بالرامبل كان هيروح يلاعب بروك ليزنر في الحدث الرئيسي راس المنيا على البطوله، وفي عرض راس المنيا حصل الماتش بينهم، وكان الماتش رايح جاي. وفي نهايه الماتش سيس رولينز اللي كان بطل شنطه الماني ان ذا بانك دخل في الماتش وقدر يسرق البطوله منهم هما الاثنين، اللحظه اللي اتسمت بسرقه القرن. بصوا في الماتش ده الجماهير ما كانتش طايقه رومان عشان الاتحاد كان بيجبرهم عليه، وما كانوش طايقين بروك ليزنر عشان ما كانش بيظهر كتير وما بيدافعش كتير عن اللقب. فالاتحاد قرر يدي البطوله لحد تاني لغايه ما يشوف هيعمل ايه مع رومان عشان يخلي الجماهير تطيقه. بعد خساره رومان اتحدد ماتش بين رومان وراندي وسيس وامبروز على البطوله، وفي الماتش ده حصل حاجه من ريحه 2013. فريق الشيرد يرجعوا سوا للحظه واحده ويعملوا حركه تريبل باور بومب على راندي اورتن، وساعتها الجمهور كان فاكر انهم رجعوا تاني مع بعض، لكن ده ما حصلش. وفي نهايه الماتش سيس قدر يكسب ويحتفظ بالبطوله. في الفتره دي كان برضو الجمهور ما كانش طايق رومان، وكل ما رومان يحاول يفتح بقه الجمهور يشتمه. وفي عرض ماني ان ذا بانك رومان كان في ماتش الشنطه وكان خلاص هيفوز، بس فجاه تدخل بري وايت على رومان وخلاه ما يكسبش. ومن هنا دخلنا في سلسله ماتشات كتيره بينهم وعداوه في الجمهور بجنيه. الجماهير كانت بتشجع الوايت فاميلي اصلا. بص جمهور اما بيمسك حد مش بيسيبه في حاله، والجماهير مش عايزه رومان، فساعتها الاتحاد قرر يدخل حد يساعد رومان في عداوته مع الوايت فاميلي، وهو دين امبروس صاحبه القديم اللي كان ساعتها محبوب الجماهير الاول وكان عامل شغل في العروض نار. وفعلا صيحات الاستهجان قلت شويه صغيرين بسبب وجود دين امبروس مع رومان. وفي نهايه العداوه اتحدد ماتش بين رومان وبراي وايت في عرض هيل ان سيل، وكان الماتش جامد وانتهى بفوز رومان في الاخر، وبكده تكون العداوه دي خلصت. واللحظه كده الجماهير تفاعلت مع رومان، بس مش عشان هم بيحبوه، لا ده عشان الماتش كان حلو مش اكتر. بعد ما العداوه خلصت سيس كان هو البطل، لكن حصلت له اصابه خلته يتنازل عن اللقب، وساعتها حصل تصفيات عشان يحددوا مين البطل الجديد. وفي الماتش النهائي اللي كان هيفوز هياخد البطوله رومان لقى نفسه هيلاعب صاحب عمره دين امبروز. وفي عرض سرفايفر سيريس حصل الماتش بينهم وكان حلو وانتهى في الاخر بفوز رومان وكسب اول بطوله عالم ليه في حياته، بس برضه الجمهور ما كانش طيب. بصوا الفيديو ده عباره عن تضخيم البيج دوج وعدم قبول الجمهور ليه، فما فيش حاجه تانية، ما تستناش حاجه اكتر من كده. في نهايه الماتش وبعد ما رومان فاز لقينا شيمس بطل شنطه ماني ان ذا بانك دخل وصرف الشنطه على رومان وخد البطوله منه. ساعتها رومان قعد يعيط في الحلبه والجماهير كانت بتضحك عليه. بعد الخساره رومان دخل في عداوه مع السلطه اللي كان بيمثلها تريبل اتش في الوقت ده. وقبل ما نكمل عايز اقول لك ان فتره الاثوريتي دي كانت من افضل الفترات في تاريخ الاتحاد، وتريبل اتش كان عامل فيها شغل جامد قوي، ولو عايزني اتكلم عنها بالتفصيل قول لي تحت في التعليقات. بعد ما رومان دخل في العداوه مع السلطه اتحدد ماتش بين رومان وشيماس على البطوله في عرض تي ال سي في شهر ديسمبر، وفي الماتش رومان كان قريب من الفوز بس تريبل اتش اتدخل وخسر رومان الماتش، وده خلى رومان يتجنن وساعتها مسك الكراسي وهاتك يا دعك في تريبل اتش وقعد يهينه قدام الناس. والاول مره من فتره كبيره الناس تشجع رومان، الناس شجعته عشان شافوا انه ممكن يتحول للشخصيه الهيل بدل شخصيه البيبي فيس اللي الاتحاد بيفرضوا علينا بيها. بالمره عايز اقول لكم ان من كتر ما الجماهير ما كانتش بتحب رومان فماكمان قرر يخلي رومان يحط لينسز بحيث البنات بتحبه. والله زي ما بقول لك. طب متخيل الجماهير ما كانتش بتحبه لدرجه ان الاتحاد يقرر يعمل حاجه زي كده، وبرضه ما جابش مع الجماهير. المهم بعد خساره رومان في عرض تي ال سي طلع فينس ماكمان في عرض الرو بتاريخ 14 ديسمبر واتكلم مع رومان وقال له انه متضايق منه عشان ضرب تريبل اتش، وقال له انت هتلعب ماتش ضد شيماس النهارده على البطوله ولو ما كسبتش انا هطردك من الشركه. وفعلا في نفس العرض رومان لعب ماتشه ضد شيماس وقدروا انه يكسب الماتش وياخد البطوله للمره الثانيه في تاريخه.
بعد فوز رومان، فينس شاف ان حكايه ان رومان ضد السلطه حلوه وممكن تجيب مع الجماهير، فقرر يعمل اكتر حاجه غبيه تكره الجماهير في رومان، انه كان بطل العالم ما كانش محتاج يدخل ماتش الرامبل اصلا. بس ساعتها ماتش الرامبل كان على تحديد بطل العالم، لو رومان ما قدرش يكسب الرامبل هيخسر بطولته، وفعلا رومان دخل رقم 1 في الماتش. وبرضه عايز اقول لك على حاجه عبثيه حصلت في الماتش ده موتتني من الضحك انا والجماهير بعد كده. في الماتش ده رومان دخل رقم 1 وروسيف دخل رقم 2، ومع دخول رقم 3 الحلبة كان هو ايجي ستايلز، وكان اول ظهور ليه في حلبات الدبليو دبليو اي. حلو، قول لي حلو. الغريبة بقى ان انت وقت ما ستايلز كان بيدخل الكاميرات كانت على وش رومان مش على دخلة ستايلز، اللي هو انا عايزك بقى قرب لي كده، ايوه اعمل لي زوم على وش رومان وريني جمال العدسات. والله يعني عندك حد بيظهر لاول مرة في الدبليو دبليو اي، ومش حقيقي حد، ده شخصية مصارعة مشهورة جدا في الاتحادات التانية، وفي اهم لحظة ليه في العرض تجيب لي الكاميرا على وش رومان؟ انت عبيط يا ابني. يلا يا باشا اتفرج يا باشا. يلا يا ولاد. المهم في وسط الماتش دخل فريق السلطة وطلعوا رومان من الماتش، بس من تحت الحبل الأول، وقعدوا يضربوا فيه، ورومان خرج على نقالة. بعديها بشوية لقينا شيماس داخل، ووراه لقينا رومان بيدخل وبيديله سوبر مان بانش. انتوا مجانين؟ هو مش لسه طالع على نقالة؟ لحق اتعالج ولا انتوا كنتوا بتخلوه ياخد راحة ولا ايه؟ أنا مش فاهم، ميتين العبث. المهم كده كده الجماهير قامت بالواجب معاه. في نهاية الماتش لقينا تريبل اتش داخل رقم 30، واتبقى هو رومان في الآخر، واتش قدر يطلع رومان ويبقى هو البطل الجديد. الحمد لله. رومان لو كان فاز كان الجماهير ساعتها كسرت القاعة. بعد خسارة رومان كان عايز ياخد فرصة على اللقب بتاعه اللي خسره، واتحط في ماتش ثلاثي بين بروك ليزنر ودين امبروز في عرض فاست لين، واللي هيكسب هيروح يقابل تريبل اتش على البطولة في عرض راس المنيا. وفي الماتش الموعود الجماهير كانت بتشجع امبروز وليزنر، وكل لما رومان يجي يعمل حركة ولا فينش طلعوا عليه صيحات الاستهجان. في الاخر رومان قدر يكسب ويثبت صاحبه دين امبروز، وده خلى الجمهور يكرهه اكتر من الاول، ورسميا رومان هيروح يلاعب تريبل اتش على البطولة في عرض راس المنيا. انا نفسي اعرف رومان كان عامل ايه للجمهور عشان يكرهه بالطريقه دي؟ على فكره ده نفس الجمهور اللي في كل عرض حاليا بيقولوا وي وونت رومان. بس هنعرف ده اكتر في قصه الترايبال شيف. المهم قبل عرض راس المنيا حصل فقره بين اتش ورومان، وانتهت ان اتش قعد يضرب رومان لدرجه ان دماغه اتفتحت بجد، ورغم كده الجماهير كانت بتشجع اتش. انتوا متخيلين؟ وفي عرض راس المنيا الماتش بتاعهم كان طويل وممل، وفي النهايه رومان قدر يدي سبير لتريبل اتش ويكسب. ساعتها الجماهير كانت ناقصه تنزل تضرب رومان، لدرجه انهم رموا رومان بقلب العصير في الحلبه، وما كانش فيه اي مظاهر للاحتفال بالبطوله. الجماهير ما كانتش طايقه رومان فعلا، ومن هنا ظهرت الجمله المشهوره بتاعت رومان في الفتره دي: I am not a bad guy, I am not a good guy, I am the guy. بعد فوز رومان بالبطولة حصلت حاجة كانت هتنهي مسيرة رومان في الاتحاد. في تحليل المصارعين ظهر ان رومان بياخد منشطات، وساعتها إدارة الاتحاد قررت وقف رومان عن المصارعة لمدة شهر. وبالنسبة للحزام اللي معاه حصل ماتش بينه وبين سيس رولينز في عرض ماني ان ذا بانك، ورومان خسر البطولة عشان يغيب فترة الشهر اللي الاتحاد عاجبه بيها. بعد رجوع رومان الاتحاد خلاه في فئة الميد كارد، اللي هو يلعب على بطولة الولايات او القارات ويبعد شويه عن صوره الاحداث الرئيسيه. وفعلا رومان قدر ياخد بطوله الولايات وقعد بطل فتره، وخسر البطوله في شهر 1 سنه 2017. فوز رومان ببطوله الولايات الجماهير كانت شايفه انه ما يستحقهاش. بصوا الجماهير كانت بتشوف رومان بيعمل ايه ويعرضوه من كتر كرههم فيه، لكن الجماهير ما كانتش تعرف ان فوزه ببطوله الولايات تمهيد لكارثه اكبر هيعملها رومان في عرض راس المنيا 37. لكن قبل ما نتكلم عن الكارثه هنتكلم عن الاسباب اللي خلت الكارثه دي تحصل. يلا بينا على عم الناس ذا ديد مان الاندرتيكر، اللي بالمناسبه انا عملت عنه فيديو هو وكين، لو حابب تشوفه تقدر تتفرج عليه من علامه الاي اللي فوق في الشاشه. اندرتيكر كان عاوز يعتزل، وكان خلاص مش قادر، جسمه بدأ يتعبه من المصارعة، وشاف ان كفاية عليه كده. وفي نفس الوقت تيكر كان شايف ان رومان مصارع كويس، وشايف ان حرام ان اللي الجماهير بتعمله معاه، فقرر انه يدي دفعة كبيرة لرومان. في عرض رامبل 2017 تيكر قرر يدخل ماتش رامبل على اساس المنافسة في الماتش، واللي حصل ان رومان دخل في الماتش رقم 30 وقدر يطلع تيكر، وقال له الكلمة الشهيرة وهو بيطلعه: This is my yard now، او دي ساحتي دلوقتي. والحمد لله ان رومان ما كسبش الرامبل دي، واللي كسبها اورتن، والا كانت الجماهير اعتزلت المصارعه. بعد ماتش الرامبل حصل عداوه بين رومان وتيكر، ووصلتنا للماتش الكارثي اللي بينهم في عرض راس المنيا. عايز اقول لك ان الجماهير ما كانتش عايزه الماتش ده يحصل، لانها حست ان رومان هياخد دفعه ما يعلم بيها الا ربنا في الماتش ده، وكانت خايفه لا يكسب تيكر وتيكر يعتزل. وفعلا في الماتش بينهم في عرض راس المنيا رومان قدر يكسب تيكر ويثبته، وبعدها تيكر خلع هدومه وحطها في نص الحلبه معلنا اعتزاله. اظن ان انا مش محتاج اقول لك رد فعل الجماهير كان عامل ازاي. انا لو مكان رومان ما اظهرش على الشاشات تاني، موقف كان صعب جدا عليه بشكل غبي. المهم
في عرض الرو بعد راس المنيا طلع رومان عشان يحتفل بفوزه على تيكر في راس المنيا، لان الحدث ده مش اي حد بيعمله، ده هو واحد بس اللي عمله وكان بروك ليزنر. بس اللي حصل ان مجرد ما رومان دخل القاعة كلها قعدت تشتمه وتطلع عليه صيحات الاستهجان بطريقة بشعة لمدة 10 دقايق كاملين، ورومان كان بيسمعهم ويضحك، وفي النهاية قال لهم دي ساحتي انا دلوقتي، ورمى المايك ومشي. ساعتها الجماهير حست ان رومان ممكن يعني يتحول لهيل، لكن ده ما حصلش. بعد كده رومان دخل عداوة مع برون سترومان وحصل بينهم ماتشات جامدة، حتى برون في مرة قلب عربية الإسعاف ورومان كان جواها، وساعتها الجماهير شكرت برون سترومان على اللي عمله الرومان. العداوة دي استمرت شهور وانتهت بماتش بينهم من نوع عربية الإسعاف، اللي يدخل التاني العربية ويقفل عليه يكسب، وفي النهاية رومان خسر الماتش قصاد برون سترومان. بعديها الاتحاد دخل رومان على لقب القارات وقدر يفوز بيه عشان يبقى جراند سلام، واللي ما يعرفش يعني ايه جراند سلام، ده لقب المصارع بياخده لو فاز بكل البطولات في الاتحاد، لكن برضه الجماهير كانت لسه بتطلع عليه صيحات الاستهجان. احنا كده ما حلناش الموضوع. بعد كده فينس ماكمان لقى ان مفيش فايدة مع الجماهير، فقرر يرجع فريق الشيلد مرة تانية بحيث يخلي الناس ما تكرهش رومان، وفعلا الفريق رجع تاني والجماهير بدأت تشجع رومان لفترة مؤقتة عشان خاطر عيون دين امبروز وسيس رولينز مش اكتر. وفي 2018 رومان دخل ماتش رامبل وكان هو المرشح الاول لفوزها، بس في نهاية الماتش شينسكي ناكامورا قدر يطلع رومان ويفوز هو بالرامبل. الاتحاد كان عايز رومان يقابل بروك ليزنر على البطولة في راس المانيا، فما كسبوش الرامبل لكن كسبوه ماتش الاليمينيشن في نفس السنة، وفعلا رومان رسميا هيواجه بروك ليزنر في راس المنيا 34. اللي المفروض كان يحصل في الماتش ده ان رومان يكسب بروك، وبروك كان عاوز يخسر كده عشان ياخد اجازه ويريح شويه، لكن اللي حصل كان غير كده. الماتش بينهم كان ممل جدا والجماهير ما كانتش مهتميه بيه، وفي اخر الماتش ماكمان غير السيناريو وخلى بروك ليزنر هو اللي يكسب، اما لقى ان الجماهير مش هيعجبها فوز رومان. وفي اللقطه الشهيره بعد فوز بروك ليزنر، بروك دخل للكواليس وراح رامي الحزام في وش فينس ماكمان. الاتحاد قرر يعوض غلطه راس المنيا وحدد ماتش بين بروك ورومان في عرض جريتست رويال رامبل في السعوديه في نفس السنه، وكان نوع الماتش ستيل كيج. وفي الماتش ده رومان ادى سبير لبروك ليزنر كسر بيه القفص. ساعتها الحكم اعلن ان بروك هو اللي كسب، مع ان رومان المفروض رجله لمست الارض الاول، وساعتها رومان قال ان ده ظلم وان اداره الاتحاد ضده. طبعا ضده، ما علينا. بعديها رومان دخل في عداوه مع ساموا جو وتحدد ماتش بينهم في عرض باكلاش، والماتش ده كان ممل جدا لدرجه ان جماهير كتير سابت الماتش قبل ما ينتهي، وفي النهايه رومان قدر يكسب. بعديها كده رومان دخل في عداوه مع بوبي لاشلي، عداوه كانت ميته وملهاش اي لازمه، ولعبوا مع بعض كام ماتش، بس المهم لينا هو ماتشهم في عرض الرو اللي كان هيكسب فيهم هيروح يلاعب بروك ليزنر على بطولته في عرض سمر سلام. وفي الماتش ده رومان قدر يكسب لاشلي، ورسميا هيلاعب بروك للمره الثالثه في نفس السنه على البطوله. بروك على فكره قعد بطل لمده 500 يوم ودي كانت فتره كبيره. المهم في عرض سمر سلام رومان قدر يكسب بروك وياخد منه البطوله، لكن الجمهور ما كانش مهتم، وطبعا زي ما كلنا عارفين الجمهور طلع عليه صيحات الاستهجان. بعد فوز رومان في عرض الرو اللي بعد سمر سلام رومان طلع يحتفل، لقى برون سترومان داخله، وكان ساعتها هو اللي كسبان شنطه الماني ان زمان، وكان داخل يصرفها عليه، بس قبل ما يصرفها دقت موسيقى الشيلد ونزل دين امبروز وسيس رولينز عشان يساعدوا رومان ضد برون سترومان، وبكده فريق الشيلد اتجمع للمره الثالثه. الاتحاد رجع الشيلد عشان يخلي الجماهير تهدى على رومان شويه، وفعلا الجماهير بطلت تطلع عليه صيحات الاستهجان، لكن في حاجه حصلت خلت الجماهير تتعاطف مع رومان. في ليله 22 اكتوبر دخل رومان رينز الحلبه واعلن للجماهير ان مرض اللوكيميا رجع له تاني وهيضطر يتنازل عن اللقب عشان يروح يتعالج. ساعتها الجماهير اتعاطفت جدا مع رومان وشجعوه لاول مره من فتره كبيره، وفعلا رومان اتنازل عن اللقب وغاب فتره محترمه لغايه ما رجع في 2019. في ليله عرض رو لقينا رومان رجع، وساعتها الجماهير احتفلت بيه جدا، واعلن رومان انه كان بيتعالج بالكيماوي الفتره اللي فاتت وان المرض في حاله خمول حاليا، وساعتها الجمهور فرح جدا وقعدوا يشجعوه. بعد رجوع رومان الاتحاد قرر يجمع فريق الشيلد لاخر مره بحيث ان رومان يرجع يفتكر الحلبات من تاني، وبرضه عشان دين امبروس كان خلاص عقده بيخلص وهيسيب الشركه، فالشركه كانت عايزه تكرمه. وفي عرض فاست لين حصل ماتش بين فريق الشيلد وبين الفريق المكون من درو ماكنتاير وبوبي لاشلي وبارن كوربين، وفي النهايه الشيلد قدروا يكسبوا الماتش. بعديها حضروا دين امبروز وودعوه عشان امبروز يسيب الشركه للابد. بعديها سيس اتفكك عن فريقه مع رومان وركز على لقب العالم اللي كان مع بروك ليزنر وقتها، ورومان لقى نفسه لوحده من تاني. في الفتره دي كان اتحدد ماتش بين درو ماكنتاير ورومان رينز في عرض راس المنيا 35، وفي الماتش ده رومان قدر يفوز. ساعتها الجماهير لقت ان شخصيه سوبر رومان رجع من تاني، وهنرجع للايام اللي ما يعلم بها الا ربنا، وبدا يطلع عليه صيحات الاستهجان من تاني. بعديها رومان اتنقل لعرض سماك داون وساب عرض الرو، ودخل في عداوه مع شين ماكمان وبارن كوربين وعيله ماكمان كلها. العداوه دي كانت مقرفه وحاجه نيله على الاخر وملهاش اي
اي 3 لازمه. لكن اللي حصل بعد كده كان هو المهم. في سنه 2020 المفروض رومان كان هيلاعب جولدبرج في راس المنيا 36 على لقب اليونيفرسال، لكن فيروس اياها اجتاح العالم. ساعتها رومان خاف على نفسه عشان مناعته ضعيفه، وقرر انه مش هيروح الاتحاد لغايه ما الفيروس ده يختفي. وفعلا رومان غاب عن الاتحاد من شهر مارس لشهر اغسطس. لكن اللي حصل في الفتره دي كانت اعظم حاجه حصلت في تاريخ رومان. رومان كلم فينس وقال له انه اما يرجع الاتحاد مش هيرجع بشخصيه البيبي فيس تاني، وانه هيتحول لهيل، وانه زهق من دور المحبوب اللي هو اصلا ما جابش نتيجه مع الجمهور. وفعلا رومان دي يا دوبك بتبتدي، والجزء الجاي هو المفضل لينا كلنا، حكايه الترايبال شيف عمي وعم عيالي. عايزك بقى تقول لي تحت في التعليقات ايه رايك في فتره البيج دوج وتعامل الاتحاد معاه. ولو عجبك المحتوى تقدر تدعمني سواء بالانتساب او السوبر سانكس، او الاهم انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو. وما تنساش انا هنا مش بحكي لك قصه، انا هنا بوريك الكواليس. سلام.